السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة ملح وحلو مع دليلة. اليوم غادي نحضر معكم البريوات ديال الكاوكاو اللي كيجيو غزالين وفي المذاق ولا اروع الصراحه ومقرمشين لمده طويله. ممكن انكم تتبعوا معايا الفيديو كامل، ان شاء الله غادي يعجبكم. بالنسبه لهنايا عندي نص كيلو ديال كاوكاو ديال بلا قشور. هنا هذاك نص كيلو غادي نقسمو على جوج مرات. بحال المثال هنا غادي ندير كاس ونص ديال كاوكاو، نسلقو والباقي غادي نقليه. يعني صراحه كيجي خطير في يعني هاد الخطوه هذه، نتمنى انكم تجربوها. هنايا غادي ندير فيه الماء وغادي نحطو فوق البوطه يتسلق داك القاويت. وهذا غادي ندير عليه الزيت بارده. دائما كنقول لكم راه المكسرات او مهم اي حاجه كتقلى خاصها في الزيت بارده هكا باش يدخلها تقرميشه مزيان. هنا من بعد ما تسلق ليا داك الكاوكاو في الماء، تقريبا خليته فوق البوطه واحد 8 دقائق هكاك ما كاملاش. ومن بعد سخنت الفران مزيان ودرت هكا في الصينيه وغادي ندخلها للفران. ماشي حتى تحمر مزيان، لا، فقط انها تنشف لينا داك الماء صافي وتولي لنا الحبه ديال الكاوكاو تولي هكا بحال اللي قاصحه. صافي هنا من بعد ما قليت الكاوكاو، حاولوا انكم ما تحمروهش بزاف. هنا راه فات لي واحد شويه التحميره ديالو، ما تحمروهش بزاف هكا حيت كيدوز عاد في القلي ديال الزيت ومع العسل باش ما تجيلكمش العقده لداخل كحله بزاف. هنايا عندي نص كاس ديال السكر سنيده. ممكن انكم ديروا السكر كلاصي، تقدروا ديروا حتى كاس كامل عنبه ديال كاس سكر كلاصي ولا كاس سنيده. انا فقط اكتفيت بنص كاس باش ما تجيليش الحلوه بزاف لانها عاد غادي تدوز في العسل. صافي البنات، هنايا من بعد ما هرمشت في الهشوار ديالي، هرمشت داك الكاوكاو. بغيتو تعملوا العقده يعني تطحن مزيان وتجي لكم هكا مطلوقه العقده، تقدروا ديروها. اللي باغا الفيديو ديال الكاوكاو البلدي، البريوات بالكاوكاو البلدي بالزنجلان، راه عندي تماك في القناه، ممكن انكم تدخلوا وتشوفوها. راه حتى هي كتجي غزاله وكتجي العقده ديالها غزاله ما شاء الله. صافي البنات، هنايا غادي نكمل بنفس الطريقه كما قلت لكم. ممكن انكم تهرمشوا ولا تعلكوا ولا ديروها بحال املو، المهم نتوما والاختيار ديالكم. انا من كنبغي ناكل الكاوكاو يعجب لي ديك القرمشه ديال البريوات تكون لداخل الكاوكاو، كنحس به كما يقولوا. صافي هنايا هذه غادي نزيد نفوت لها شويه طحنه مزيان. واحد الطحنه عملتها على شكل كونكاسي، وهاد الطحنه هذه غادي نديرها هكا مزيان انها تطحن مزيان. يعني غادي نخليها تطحن مليح. صافي البنات، هنايا من بعد ما طحنا كما كتشوفوا ها هي راه جات مطحونه على الطحنه الاولى. غنزيد لها واحد شويه. صافي هذا هو القوام اللي باغا نحصل عليه، يعني واحد الكميه انها تطحن على شكل كونكاسي مهرمش. وهاد الكميه هذه غادي تجي هكا معلكه بحال العجينه. وغادي نشوف معاكم هذيك الطحنه ديال الكاوكاو اللي سلقناه وطخناه هكا شويه في الفران. كما قلت لكم ما تخليوهش حتى يتحمر، لا، خليوه هكا كيجي بحال اللوز. من اننا من غنطحنوه غادي يجي بحال كونكاسيط اللوز. وسبحان الله كيجي فيه واحد المذاق تماما بحال اللوز، بحال اللي فيه بحال اللي طحنا اللوز. صافي البنات، ها هو يعني شوفوا كيجينا كونكاسي ديال اللوز. صافي غنخلطو مع هاد الكميه هذه. كما قلت لكم راه ضروري خاصو ينشف من داك الماء، ما تخليوش فيه داك الماء لان باش البريوات ديالكم مع المده ما يرطبوش. هنا درت واحد المعلقه كبيره من القرفه، ضروري انها تكون مصفيه. هنا عندي صفر بيضه. هنايا عندي المسحوق الفاني واحد راس معلقه. وهنا عندي
جوج قطرات ولا 3 القطرات من روحة الزهر. انا ما كنحبش نكتر من هاد المسائل هادو الصراحه، يعني قاوت في انه كيعطي لي ديك اللذه. ودائما البنات بالنسبه للقطرات ديال الزهر ولا ديال اللوز ولا اي نكهات، يعني ديروا في المعلقه صغيره، عاد ديروا على الوصفه ديالكم ولا المكون ديالكم هكا، باش ما يهبطش بزاف دوك القطرات، وكتولي قويه لان ديجا راه وقعت لي. صافي البنات هكا غادي نبقى نبسس. وهنا عندي كما قلت لكم جوج معالق كبار ديال الزبده. من الاحسن انها تكون سبيسيال باش ما تضيع لكمش العقده. وهنا عملت واحد جوج معالق ديال ماء الزهر، وغادي نخلط مزيان، نخلط مزيان. الا تجمع ليا مزيان، الا ما تجمعش ليا راه غادي نزيد نجمع بالماء الزهر. وغندخل مزيان داك الصفر البيض ودوك المسائل كاملين في بعضياتو. هنايا غادي نزيد الماء الزهر شويه بشويه حتى تجمع ليا وترجع عقده كما راكم تشوفوا هكا. هي راه كتجمع وفي نفس الوقت كتكون رطبه ونقدروا نتحكموا بها. صافي هنا غادي نعملوا باش تجينا الخدمه سهله، غادي نعملوها هكا كويرات صغار على حسب الكميه اللي بغيتو. الا بغيتو البريوه تكون عامره ولا بغيتوها تكون صغيره ولا كبيره، المهم الكميه اللي بغيتو. هما الاغلبيه هاد البريوات المعسلين كيكونوا صغارين وعامرين. هنا من بعد ما كملت الكميه كامله هكا الكويرات صغار، ممكن انكم ديروهم على شكل سيجار هكا بالطولي. صافي البنات هنايا عندي نص كيلو ديال الورقه، ولكن نتوما من الاحسن انكم تجيبوا 700 غرام ديال الورقه، لان عاد باقي لي بعض الحشوه بقات لي منها شي حبه، تقريبا واحد 10 ديال الحبات ولا 9 الحبه. يعني اخص الورقه كملات لي والحشوه بقات لي، يعني خاص على الاقل دير واحد 600 غرام ولا 700 غرام من الورقه. هنا غادي نهز العبار غنديرهم هكا صغيورين. دائما البريوات كيمشيو كما قلت لكم صغارين، كيجيو المنيضر ديالهم زوين، وتقدروا ديروهم حتى لي سيغار. البنات الا بغيتو تزيدوا شي اضافه من في الاخر في الحشوه، تقدروا ديروا 3 معالق كبار من نستلي ولا من كاس زنجلان مطحون مزيان، كيعطي حتى هو المذاق. البنات هنايا هذه هي الطريقه اللي صراحه كتنفعني بزاف. حسن ما نبقى كل مره كنجبد حبه حبه ويديا كيكونوا مسخن بديك الحشوه ولا كتوسخ ليا الورقه. شوفوا البنات هنا قبل ما تبداو الخدمه غادي هكا تطلقوهم وحده في وحده، غادي هكا تطلقوهم وتحيدوهم على بعضياتهم وتجمعيهم هكا في واحد البلاستيك، وكتجي لك ساهله الخدمه ساهله، يعني 5 مينوت سبحان الله كتكملي وربي كيعاونك. ومن الاحسن ان الورقه تكون ديال البخار. من كتمشي تجيبي الورقه البسطيله ولا تقولي له عطيني ديال البخار احسن. هنا البنات راه كنتسرح، يعني كان دائما راكم تعرفوا هذه الطريقه راها معروفه وكتجي سهله الحمد لله. دائما الورقه اللي كتكون حرشه كنديروها من الفوق، واللي رطبه مسرحه كنديروها من التحت باش الديكور ديالها ما يضيعناش. هنا عملت هكا كان نحط هكا هذيك الكميه ديال الحشوه وكندير عليها الورقه وكان نطويها 2 مرات. عاد ديك الساعه كنعدل كما كتشوفوا. عاد هنا كنصاوب وكنقنط داك المثلث باش الجوانب ما يكونوش خاويين والوسط يكون عامر. صافي هنايا غادي ندير الخليط ديال باش كنلصقو الخليط ديال الدقيق والماء كما تشوفوا البنات، حتى كنلوي اللويه الاولى عاد كنصاوب على شكل مثلث بريوه هكا باش ما تخرجش لكم بالجوانب وما تزيروش، يعني من نتوما تلويو ما تزيروش. صافي هنا البنات هنايا كملت الكميه ديالي وراني قليتهم يعني في داك النهار، ما استنيتش حتى الصباح راه كيجيو غزالين والمذاق ولا اروع. بغيتو ديروهم في الليل وتخليوهم حتى الصباح معليش يعني تخليوهم. هنا البنات حاولوا انكم تلصقوهم مزيان بداك الخليط ديال الدقيق والماء
لان انا عندي تماك وحده ولا جوج حبات ما لصقتهمش مزيان صافي. وهنا غنبدا هكا كنقليهم. دائما الزيت تكون دافيه ما تكونش سخونه بزاف ما يتخطفوش لينا اللون ومن الداخل كيبقاو يعني خضرين. ونخليهم على المهل ديالهم. دائما كنقول لكم اي حاجه ديال القلي اللي كتكون مقرمشه خصها طيب على المهل ديالها وما تجهدوش البوطه. وكل مره كنبقى هكا نقلبهم باش داك اللون الذهبي يكون في البريوه كامله ما يكونش غير من الوسط. كاين اللي بزاف كيجاهد على البوطه وداك ديك الطيبه كتكون غير في الوسط وفي الجناب ولا في القنوت لا. صافي هنايا من بعد ما تقلاو ما تخليهمش يتحمروا بزاف باش ما يرجعوش ليكم كحل. وغادي نطفيوهم هكا في العسل. ومن غنديروهم في العسل يعني غنخليوهم حتى نعملوا حتى طيب لينا العجنه التاليه او المقله التاليه. عاد نحيدوهم من العسل ونصفيهم في الصفايه هكا احسن باش تشربوا لينا العسل مزيان وكيبقاو مده طويله. ومن الاحسن ان العسل تكون ثقيله شويه ما تكونش خفيفه. هنا من بعد ما ساليت الكميه ديال القلي ديالي كما كتشوفوا راني زينتهم هنا شويه بالزنجلان الابيض من بعد ما حمرته شويه من في المقله. ممكن انكم ديروهم هكا سامبل ولا تزينوهم باش ما بغيتو. المهم انا عطيت لكم الطريقه الصراحه كيجيو معلكين وزوينين واحد المذاق فيهم مخلط. تقولي درنا فيهم اللوز وهما ما فيهمش اللوز نهائيا لان هذيك من سلقنا داك الكاوكاو عطى لينا لوغو ديال اللوز. هنا البنات غادي نقول لكم مع السلامه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. نتمنى انكم تجربوهم راهم ساهلين ماهلين. مع السلامه.